جبت لكم اليوم هاد المعسله بحلوه الترك او الشاميه بزاف بنينه وتجي مبسه وتقطع كميه ما شاء الله بارابول المكونات تاعها. تجي بدون بيض وبدون نشاء، تحمر الوجه، تعتمدوها في الاعياد والمناسبات تاعكم، تحطوها بالطبع والشام. غير حفظوا الريز عندكم وشاركوه مع صحابكم، وما تنسوش تخلوا لي جيم وديروا ابوني باش يوصلكم كاع جديد. الوصفه تاعنا فيها كيله تاع دهان دايب وكيله تاع الزيت وكيله تاع الحليب، نخلطوهم مليح بالفويح تاع يمتزجوا معنا، ونديروا مغرف تاع لافاني تكون صغيره، ونبدو نلمو بها دروك بالفارينه غير بشويه. غادي تجيكم العجينه طريه، ما تخلوهاش حتى تيبس معاكم. شوفوا القوام تاعها، ما خلوها لا تريح لا والو. الحشو تاعنا درت حلوه الترك ودرت الجنجلان، وانتم ديروا كيما بغيتوا، بصح ننصحكم بزاف بهذا الحشو. نجو نحلوا العجينه تاعنا رقيقه، اللي قدروها رقيقه باش تجيكم القرمشه تاعها. هنا نعمروا الحشو تاعنا ونزيروا مليح مليح الاطراف باش ما يخرجناش الحشو من يكونوا يطيبوا. نطيبوهم من تحت ونزيدو نشعلوهم ثاني من الفوق باش ياخذوا لنا اللون الذهبي. العسل تاعنا ندفوه ونديروا له شويه تاع المزهر غير هكا بزيطه صغيره. هنايا بعد ما يكونوا الحبات تاعنا بردوا والعسل تاعنا يكون حامي، ندخلوا فيها الحبات، نغطسوهم، من بعد نقطروهم مليح ونرمضوهم. تبغوا قوفريط مع فريتين باش تجيكم القرمشه، سينو ديروا له الكاوكاو كما راكم تشوفوا. وراهي واجده معكم وبصحتكم، ونتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتردوا لي في التعليقات.